إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا واستاذنا وقدوتنا محمدا، واشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الامه وتركنا على المحاجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هادي. عليك افضل الصلاه وازكى التسليمات يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هديك بإحسان إلى يوم الدين. يأمرنا المولى سبحانه وتعالى بتقواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اذا اردنا ان نضع عنوانا للقاء اليوم نقول انها حسره او انها الفجيعه او شر ما في هذه الايام. وان شئت اجعل الثلاثه عنوانا واحدا للقاء اليوم: حسره وفجيعه وشر ما في هذه الايام. قرات رجل عنده اسره ويمتلك نصف فدان ارض زراعيه 12 قرار. الابن الكبير دخل الجامعه، اتعرف على شباب وعلى فتيات اهل السوق، المصروف مش مكفي، يعمل ايه؟ يضع قيمه نص فدان. قال له: يا ابني نص فدان ده بناكل منه وبنمشي حواليه وربنا بعت لنا منه حسن وبنجيب منه اكل وماشيين في وسط الناس، وعرفت الراجل من ايه؟ قال له: هيبيعوا من على هنا. قال له: الموضوع اتصرف فيه كما تشاء. الشيطان اللعين سول له قتل ابيه فقتله ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم لعل قائل يقول: قتل الله الفضل استاذا في كليه الهندسه، دكتورا تخرج كتاب من جامعه، عاوز يخطب، تتناقش معاه: يا ابني بلاش فلان اخوك بنت فلان، عيله طيبه والناس نعرف. زاد الحوار والنقاش ما كان الا ان ذهب واتى بسكين وقتلها ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سؤال: انت علاقتك بابوك وامك بتعاملهم ازاي؟ عايش معاهم ازاي؟ ايه الوصل والوصال اللي بينك وبين ربنا؟ انت اللي عارف والاجابه عنه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل ادلكم على اقرب العباد؟
ثم عقوق الوالدين أكبر كبيرة بعد الإشراك بالله أن تعظم ربك. ثم قول الزور. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة: يا رسول الله، أحب الأعمال إلى الله إيه؟ اسمع حديث صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ الصلاة وقتها. الله أكبر رايح صلاة. الصلاة وقتها. ثم أين؟ بر الوالدين. ثم أين؟ الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. يذهب رجل الى المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، استشيرك المجاهد، انا عاوز اجاهد يا رسول الله. اسمع حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فلك امك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيها فجاهد. ففيها فجاهد. الشاب يبقى عنده 12 13 سنه، والبنت كده اول ما تبقى في الاعدادي وصوتها تضرب، وامها تكلمها ما تسلكش، تقول كلام ولا حول ولا قوه الا بالله. الشاب يفكر ان هو اللي بيعرف، وهو عايز يعرف حاجه. انت فين؟ منو مرحبا. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف يعني ايه يا اخوانا؟ يعني زل وهان وخسر وتمرد أنفه في التراب. رغم أنف من يا رسول الله خاطر وخسر؟ قال: أن أدرك أبويه أو إحداهما ولم يدخلا الجنة. أمك عايشين ولا حد منهم اللي عايش؟ فرصتك، اوعى ما تخشش الجنة. خسران وخذلان وندامة. طيب، أنا عاوز أعرف مدى العقاب ومدى البر اللي عاملينه ووقفهم عشان أقول إن أنا فعلا موقف. السؤال الثاني: معظمنا والحمد لله على الله طيبة من موقف، ولكن أنا عاوز أعرف إيه الحدود الشرعية اللي أنا فعلا بها الأضرار بكل وجود. إيه اللي أنا لو عملته الأضرار بكل وجود؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم يذهب إليه شاب يقول: يا رسول الله، أبي أريد أن يأخذ من مالي. شاب ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أبي أريد أن يأخذ من مالي. قال: أتي بأبي. فذهب إليه الرجل وقال: أتأخذ من مالي؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم عاوز يعلمني ويعلمك، أنت بتاخذ من مالي؟ قال له: يا رسول الله، كنت قوي وهو ضعيف، وكنت
طيب اسمع، في 3 أحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جعل له مشهورة للأهمية. لو سألت أي واحد كنت عارف الحديث البقري أو يقول لك عنه، حتى لو رش من المسجد، حتى لو يقرأ، حتى لو يقرأ في كتب الشرع والدين، تقول له الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وكل امرئ ما نوى، يقول لك أنا عارف الحديث. ليه؟ عشان تعرف إن مفيش عمل تعمله من غير نية لا يقبل. لابد من يكون نيتك لله، ويحصل الجمعة لله، خارج من بيتك نيتك صوم الجمعة لله، ليس الله ولا عشان الناس تشوف الجمعة في المسجد ولا عشان يقول بيصلي لله، إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني بني الإسلام على 5، عارفين أطفال من الناس خطوين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليه؟ لأنه بيعلمك أركان دينك. الحديث الثاني 3 اللي دخلوا الله. ليه؟ بيعلمك المعاملات والاجتماعيات وعلاقتك في الدنيا ازاي. 3 دخلوا الله، ولما دخلوا سقطت على باب النار صخرة أثرية. انت حضرتك تصور الموقف هنا، 3 دخلوا النار في صخرة كبيرة قبل باب النار، مش قادرين يوصلوا للصخرة يقطعوها ولا حد سمعهم. موت محقق. تخيل الموقف ده، موت محقق. ال3 يقولوا الله ليس لنا ملجأ من الله إلا إلى الله. فأنا عاوز حضرتك لما يكون عندك مشكلة، لما تكون مبتلى، لما تكون مريض، عندك ضيق، عندك امور في حياتك، تقول يا مين؟ يا رب. تبدا لمين؟ لرب مالكش الا ومالناش الا هو سبحانه وتعالى. قال الثلاثه ليس لنا ملجا الا الله الا الى الله. طيب نعمل ايه؟ ندعو الله بصالح اعمالنا. ندعو الله اتعلم بما او تلعب. قل يا رب يا قاضي يا عليم، انا عملت في اليوم الفلاني كذا مرضاة لي، ايه الدعاء؟ حبيبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا قالوا ايه؟ ندعو الله بصالح اعمالنا. الراجل الاولاني بيقول اللهم يا رب كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت أرعى عليهما هما وأولادي. راجل عنده أم رزق وقت السن وأولاده زكوا، وأعزهم الله عن الغنم، بيطلع الصبح كده على الغنم ويرجع آخر النهار. كانت حياة بسيطة وسهلة. وكنت عندما أعود أحلم فلا أسقي أحد قبلهم، لا زوجة ولا ولد. سؤال، انت فعلا حضرتك ما بتاكلش حد قد امك وابوك، ولا بتسقي حد قد امك وابوك؟ انت اللي عارف الاجابه عني. انا مش بتهمك ولكن سؤال اسال فيه نفسي اولا، انا فعلا باكل امي وابويا وبطمئن عليهم وعارف احوالهم من اولها، ولا هم في السلسله الاخر كبر لمالك يا عم، لمالك يا عم، هم عايشين لا اصدق قبلهما ولدا ولا زوجا. طيب هو بس كده وخلاص؟ لا تبقى الاكبر ايه؟ يخرج وفي يوم تباعد من المرء. كلنا فالحين وعارفين الراجل بيسمع بالمنام يفضل ماشي مع المرأة، لو المرأة جت بعيدة نوصل يفضل ماشي لغاية نوصل بالمرأة، فكل في يوم تباعدت بها المرأة. فلما عدت إلى البيت قد أمسيت اتأخر عن ولاد البيت وجدتهما قد ناما.
انما قول حبيبنا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم هو مش كده. الراجل عمل ايه؟ قال فلما عدت وجدته قد نامت فحلمت ووقفت عند رأسهما وأبنائي تحت قدماي يتضرعون وظللت هكذا حتى استيقظا فشيئا. انت عرفت جاي بعض الطهارة عليه وقال أعزكم الله لأن الله إني حلق وخذ واقف على رجليه. الحديث في البخاري ومسلم قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وقت الغيب بصوت من النوم شرير وبعدين ساعة ولا ايه المكينة مع الله قول الفضال يا بشر مين بيقول أنا والله أسود ساعة عليك والله. ليه يا عم؟ في ايه؟ انا بشتغل في شركه 30 جنيه في اليوم. بشتغل في شركه ب 30 جنيه في اليوم. وبعدين لما اروح البيت بلاقي البيت صاحي. طب مالك؟ اول ما اوصل البيت يقول لي 10 جنيه. ولازم ياخد مني 10 جنيه. ليه يا عم؟ قال لي عشان يبقى حقوق وخطوات. وقول لي في يوم الناس اللي بيشتغلوا معايا ما ينفعش ما تسالش عنه وما تدلوش. روحت البيت وانا مش شجع لقيت البيت صاحب قاعد في البيت لسه باقي هنطلع. قلت له لا يا حبيبي انت تديني دول يا دوبك بيكفوا عناب واكل وكهرباء وميه واخواتك ومصاريفك وكان واضح. قال له يعني انت مش هتجيب 10 جنيه؟ قال له لا مش هتجيب 10 جنيه. وقول له طبع من باكت البنطلون سكينه وقال له اول مره واخر مره في الكلمه دي والا اقطع على يدك بالسكينه. بيقول لي مين؟ لا هو ولا حول ولا قوه مأساة فجيعه. انت فين يا ابوك وامك يا حبيبي؟ انت فين؟ راجل جه من اليمن زمان يا اخواني ما كانش طيران ولا مسافر ولا طيارات ولا كلام. اللي عاوز يسافر من حته السعوديه الناس الكبار مقدمنا سافروا السعوديه على جمل. ده كان مستطيع. اللي ما كانش مستطيع كان بيسافر ماشي. واحد عاوز يبر مسافر وراجل فقير وهي مبهره السن مش قادره تمشي. قال لها تعالي يا امه وانا اشيل. هتشيلها منين يا حبيبي؟ من اليمن لمكة على ظهرك. شيل على امي ارفضها حاجه من عملها ما ناكل منها. ما هي اللي ولدتني ورفعتني وصارت عليا وتيجي تكلمني تقول لها بقول لك ايه ما تكلمنيش وانت عارفه حاجه. عارفه حاجه ايه هي اللي ربنا جعلها سبب فيك يا ابني؟ شالوهم من اليمن لمكة يمشي شويه ويرتاح شويه وبعدين لما وصل مكة شهيدها على ظهره وبيطوف بها. يلاقي سيدنا عبد الله بن عمر يقول له يا ابن عمر جئت من اليمن وفي على ظهري واطوف بها كما ارى انا اديتها حقها. قال له والله واحد انت عرفت ولا غلطه واحده من اليمن لمكه على ظهره. قال له غلطه واحده ولكن احسن والله يجزي بالقليل الكثير. انت عملت ايه؟ الله تكون انت تعالى وانت تنسى وهتحاسب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عقوبتان يعذب الله بهما في الدنيا قبل الاخره. اسمع كلام عقوبتان يعذب الله بهما في الدنيا قبل الاخره. الاولانيه عقوق الوالدين. ما تبقاش واحد عاق الوالدين
من نظر إلى والديه نظرة رحمة كتب الله له بها حسنة. تبص بس لقمة نظرة رحمة يكتب لك حاجة أو لحبيبك صلى الله عليه وسلم، تبص له بس نظرة رحمة ونظرة عطف ونظرة حنان ونظرة حب يتكتب لك بها حاجة. أيوة يتكتب لك بها حاجة. فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله طيب لو لي نظرة، يعني أنا لو قعدت أبص له وأبويا 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر وأكبر. 100 مرة ربنا يجيب لك الحكمة، 1000 مرة ربنا يجيب لك الحكمة. ما أنظر أمة ورد رحمة وعطف وحنان كل مرة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من نظر إلى والديه نظرة غضب. ثاني لأنه يستهد الأول والبشرة أول، والوالد فكر إن هو بطل بيجيب لأبوه ويودي لأمه ويقول ما شاء الله أنا شوف، ويجي أبوه يكلموه ومثلا مش عارفه ما أنا بعمل لك عامل إيه. اسمع حبيبك، من نظر إلى والديه نظرة غضب كان عاقا به. نظرة أدعو العلي القدير رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من التارين بآبائهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناءكم. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. مستشار الدولة وهي مستشار ومتجوز دكتور، لما امه ماتت قال له يابا احنا هنقعد معاك اخدمك واكلك وارعاك وعلمك. فالراجل ما عنده راجل كبير في السن، طبعا حد مستشار بيبقى اطباق عليه اطباق الفؤاد والصيد ومش عارف فاهم. فالراجل يمسك الكوبايه او القمر وعمل له كسر. فزوجته قالت له هات اطباق في عند الأول لانه بيكسر الاطباق، فجاب له الكوبايات والاطباق سلسلين. احد الاطفال قال له المستشار اصغر واحد، هو يا اخوانا احنا بنبص للكلب على انه قيمه، الكلب ده حاجه كبيره، الطفل يبص لجبته على انه هو قدوه، هو العالم حاجه كبيره. احد الاطفال الصغيرين لما شاف الاطباق والكوبايات بتاعت ايده فكر ان ابوه جايب ايده حاجه عاليه قوي، فقام وصل المسلمين جم ياخدوا قدر الاطباق فين الاطباق بتاعها؟ فين؟ مفيش. يدوروا عليها مفيش. فين؟ مفيش. فالولد الصغير قال لهم انتم فاكرين في نفسكم، نزلوا النفس اعينكم فانتم لا اعزكم الله. انتم تعينوا بيا. قال له يا اصل انت جاي تجيب لي حياه كويسه فبعنتها عشان لما تكبر ااكلها فيك. الله من انطق هذا الطفل الصغير المستشار وقع على انه مسلم قال له اختار يا خسر ولا شيء اعلم ولا ناوي ان خدامك صح وفاء ابنه فوقه عارف مين اللي عمله. هي الان شاب بيطلع ابوه بالقلم، الراجل بيها والناس مهمه رايحين يضربوا الشاب الراجل قال لهم لا سيبوه يا ابني
الألم يقول اللي انت هتعمله مع أبوك هتتأثر الألم. ذهبوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله شاب يحضرك ونقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول لا أصدق. اللي بيموت يحمل يرضى الله عنه، اللي بيحتضر إما غيبوبة تكلمه وسمعك ومبروك عليه، أو تقول له فايز تقول له يا عم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إنما كله قل لا إله إلا الله يقول لك مش قادر بيتكلم كل الكلام ويجي عند لا إله إلا الله مش قادر. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم اسمع هذا يصدق. أول سؤال هو يا اخوانا اول سؤال هنساله يوم القيامه بين يدي الرحمن. اول ما يسال العبد من عمله يوم القيامه عن صلاته. فقال له صلى الله عليه وسلم اكان يصلي؟ قالوا نعم يا رسول الله يصلي. فراها نهضنا معه الرسول صلى الله عليه وسلم كان والصحابه قاموا معاه حتى ذهب الى الشام. يا هذا قل لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. قال لا صح. اللي بيكلموا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قل لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. قال لا صح. قال ولما؟ قال على قلبي طفل يا رسول الله. قلبي مفهوم مانيش قادر الله. قال ولما؟ قال كنت امر. قال كنت قال لها صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أججت نارا كبيرة وألقيت اللي فيها كنت تسمعين لها. يعني لو قعدت نار كبيرة ولعت في نار كبيرة وحديث خدمة فيها تشتغل لو قلت أسمع يا رسول الله. قال تشهد الله وأشهدني أنك غضبتها. قالت يا رسول الله أشهد الله وأشهدك أني قد خير عنك. قال يا هذا قل لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. فنطق الشاب بعد عبدالله وسمحته وغفرته وقال ولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. انت عرفت كل مره تطلع للناس يا حبيبي على رجل وطريق وإذن والمغرب والجسر تقول غلطان وآسف وسامحوني. رب سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك أن تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. سليم يكسب له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية اللي عليه ربكم أعلم بما في أنفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأولين غفورا. يقول لك يا رب كل وكل يعني تسوي هذا معنى السؤال لله ولا انا هعمل ايه بسبب وشي. ربك يسألك السؤال لهذا لله ولا للناس ولا هوديهم فين وهعمل ايه. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين. صالح في العلاقه بينكم فان ربك للاولين غفور. ايه الاولين اللي ربنا هيغفر. طيب الأمة والأمات أدعو العلي القضية أن يرحم لو كان موت مسلم أو حد منهم مات وكان أصل ولا المهم ولا ما هوش عارف المر لهم ولا مش بره يقدر يترحم. السؤال ده السائل لحبيبك وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. السائل السؤال ده هو مصاب بتاعنا. جه واحد من قبيل بني سلمة وقال له يا رسول الله أبويا أم مال لسه أقدر إلا أبوه أم مال
ويسمع حاجتك ويعلمك فيه. قال له رضا كله. قال له اعمل ايه يا رسول الله؟ قال له صلي عليه. يعني ايه اصلي عليه؟ يعني استغفر وتصدق عنه وتحكي عنه وتعتذر عنه. واحنا بنحكي يا اخوانا السلام. طب قابلت مع راجل المصري فينا قلت له ايه تحكي عن نفسك؟ قال لي لو قلت له عنه قلت له عنه. قال لي لو والله عن جدتي عن جدته. طب انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم صلي عليه استغفر واصدق عنه. ولا الخيال بيطلع العين ما مش قادر عليها. انت كنت محمد موجود ايه يا عم الشغال؟ الحق نفسك استغفر عنه واصدق عنه في كل وقت وفي كل حين. يا رب ارحمه يا رب ارحمه. وانت بتصلي وانت ماشي وانت قاعد وانت رايح تنام وانت قايم من النوم ما عندكش اخلاق تاني بعد ما ماتوا الا كده. قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه. طيب وعليك يا رسول الله وان فاز عنه، يعني انت عارف هو او ابوه او هما الاثنين كانوا عاوزين يعملوا حاجه قالوها قدامك بيطبقوا في مشروع خير اسلامي في مستشفى حنفيه الضيق الداخلي انت عارف اعمله. وان فاز عليه وصله الارحام التي لا تصل الا بهما، عمتك وعمك وخالك وخالتك وقرايبك من امك وقرايبك من ابوك انت فين منهم كمان يا رسول الله. واكرام صاحبه صاحبه دكتور في جامعه المنصوره راح له واحد بقول له انا كنت اعرف ابوك ده دكتور صاحبي. انا عايز اتكلم في المفيد قوي. اتكلم في المفيد. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ اكرام لصاحب عمر سيدنا عبد الله بن عمر. يا واحد ماشي ده مش هجيب وراه اداله العلامه بتاعته. فواحد من الصحابه يقول له يا ابن عمر هذا اعرابي كان يكفيه القليل وتديه درهم ولا درهمين. قال كان ابي ابو عنده كان صاحب عمر. يبقى انت تعمل ايه؟ اللي ابوه ماتوا او واحد منهم ادعو عليه القدير ان يرحم هذا وهم هذا احياء وامواتا لابيه. تعمل ايه؟ استغفر ادعي لهم اصطدق عنهم اطلع نور عنهم حج عنهم نفذ عهدهم بر ارحامهم واصحابهم عشان يطلعوا يشيلوا على النهر يطلعوا يحبوه باخلاص. فالسؤال انت عرضت الامه وتقول ايه؟ وتقول احياء تطلع للناس عليها على رجل امك وعلى رجل ابوك. لا تفضل حد على امك وعلى ابوك لا زوجك ولا ولد ولا نفس. امك وابوك استغفر اوعى تنسى. اوعى الشيطان ينسيك عشان ولادك يكبروا ويستغفروك ويصبروا وتعيش هنيئا. لان المولى سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول من اراد ان يطول عمره ويزداد رزقه فليدعو بالله ابدا عليه رب العرش العظيم ان يجعلنا واياكم من النار من الالهه. اللهم اجعلنا من النار من الالهه. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا احياء وامواتا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعل هذا الجهاز الذي فيها محرما ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا